أكلتنا النهاردة الكل بيعشقها وبيحبها. هنعملها بسهولة جدا، مش هتاخد أي وقت، وبحشوة اقتصادية جدا معايا النهاردة. حاجة كده من الآخر. والأكلة بتاعتنا النهاردة يا جماعة كل ما بتقعد معاكي وتسقع كل ما بتزيد حلاوة معاكي وبتبقى مميزة جدا. تعالوا بقى شوفوا الجمال معايا النهاردة. شايفين بقى النهاردة هنعمل أحلى صينية مسقعة معايا النهاردة، خطيرة ومميزة، والحشوة بتاعتها رهيبة معايا اللهم بارك. هنعملها بأقل التكاليف معايا النهاردة في الفيديو. ودي بقى من أجمل طرق المسقعة معايا النهاردة. طريقة المسقعة بالرول معايا خطيرة جدا وبحشوة جبارة. والصوص معايا النهاردة ممتاز جدا يا جماعة. بالعيش المحمص بقى تاكليها كده مع الغدا وكمان الفطار وكمان العشاء. الوجبة دي يا جماعة الأكلة ديت أنا عملتها عندي في العشاء، كنت مستعجلة جدا، في 10 دقايق عملتها بدون بقى تكاليف ولا أي حاجة خالص. تعالي بقى ما أقولك يا ست الكل أنا عملتها إزاي. عندي هنا حبيتين كبار من البتنجان بتاع الشوي، و3 حبايات عندي وسط من البطاطس. بقطع كده البطاطس كده مكعبات بالشكل ده. ودلوقتي هحط عليها كوباية مية كبيرة معايا، هسلقها معايا مع معلقة صغيرة من الملح، أسيبها عندي تستوي. وبعد كده عندي هنا 4 قرون فلفل أخضر بارد جدا. تعالوا بقى هنا ما شاء الله أنا حطيت المية كده مع البطاطس معايا ادي يا جماعة، واحطها دلوقتي عندي بقى ايه على البوتاجاز تتسلق بقى لمدة كده 10 دقايق تسيح جدا. انا عايزاها تسيح جدا معايا البطاطس. تعالوا بقى هنا للبتنجان معايا. هنا بقى حابة تشيلي القشر زي ما انا بشيله كده مفيش اي مشكلة خالص، تسيبيه برضو كل فوائد برضو وغذاء عندك اللهم بارك. هنا بقى بقطع عندي البتنجانية بالطول بالشكل ده ما شاء الله. شايفين التقطيعة؟ وبرصها عندي في الصينية اللهم بارك. هتعمل معايا كمية محترمة جدا. شايفين بقى هنا بقى هبدأ أرص عندي البتنجان بدون زيت بدون أي حاجة خالص. بس أنا مولعة عندي شواية الفرن يا جماعة. الشواية هقول لكم ليه دلوقتي، علشان إحنا هنشوي معايا البتنجان، هتشويه طريقة صحية جدا وممتازة وبدون بقى زيت ولا تكاليف ولا تخلصي بقى عندك الزيت، لا مفيش عندنا الكلام ده خالص. هنا بقى عندي بقطع كده الفلفل بالشكل ده ادي. انا بعمل كل قدام حضراتكم كل التفاصيل كده علشان بجد انا بعتبركم احلى اخوات في الدنيا. ربنا يا رب ما يحرمني منكم ابدا اللهم امين، ويجمعنا كلنا يا رب جميعا مع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بقى بوزع عندي كده الفلفل كده على البتنجان. بزود عندي بقى هنا رشة كده حلوة كده من الملح معايا كمان، وكمان رشة صغيرة جدا من الزيت معايا كده على البتنجان. وبدخله عندي تحت الشواية يتحمر معايا. وبعد ما يتحمر هطلع الصينية في أول خطوة هتشوفوها معايا دلوقتي اللهم بارك. ادي بقى الوش اتحمر معايا، ده أول طبقة يا جماعة. هنا بقى بروح جايبة عندي الشوكة ومقلبة البتنجان معايا بالشكل ده. شايفين البتنجانية معايا لونها خطير جدا ما شاء الله. وهرجع كمان احط كمان رشة صغيرة على الوش التاني بتاع البتنجان من الملح ورشة صغيرة من الزيت. شايفين بأقل التكاليف عملناها بدون بقى ما تخسري أي حاجة خالص. بعد كده بقى أما البطاطس استوت معايا بجيب الهراسة وهي سخنة جدا بهرسها كويس جدا، علشان لو بردت معايا ما بعرفش اهرسها بتبقى جامدة، لازم وهي سخنة جدا تصفيها من المية وتبدأي تهرسيها بالشكل ده. بحط بقى عندي هنا رشة صغيرة من الملح، وكمان عندك فلفل أسمر كمون حطي مفيش أي مشكلة خالص، بتزودي الطعم بتبقى معاكي بطاطس مميزة جدا اللهم بارك. شايفين الحشوة معايا بسيطة قد إيه. هنا بقى الخطوة بتاعتي المميزة، بروح عندي جايبة عندي مقدار كده صغير من الجبنة الموزاريلا معايا وشوية من البقدونس اللهم بارك مقطعهم صغير. وبقلب بقى ايه البطاطس مع الجبنة مع البقدونس كده. ودي بقى حشوتنا النهاردة للمسقعة يا جماعة. انسوا بقى اللحمة المفرومة والكلام ده كله خالص. شايفين ادي بحبيتين بطاطس عملنا احلى حشوة معايا النهاردة مميزة. وادي بقى البتنجان معايا اتحمر وبقى خطير جدا لسه سخن جدا، انا عايزاه يبرد علشان كده دلوقتي هطلعه على طبق هبرده الاول قبل ما اشتغل فيه. هبرده كده لمدة 3 دقايق معايا طلع منه البخار علشان اقدر امسك معايا البتنجانية ما شاء الله. شايفين يا جماعة لون البتنجان معاكي ايه عامل ازاي
اللهم بارك. والله العظيم بجد حاجة كده صحية وطعمها خطير جدا. زبدة يا جماعة، ده مش بتنجان، ده حاجة كده تشبه الزبدة معاكي ما شاء الله. بعد ما برد معايا دلوقتي بقى هجيب عندي البتنجان كده، وبجيب من الحشوة معايا بحطها عندي على البتنجان والفها معايا رول بالشكل ده. شايفين حضراتكم؟ وفي نص الصينية بروح حاطة عندي البتنجان. اللهم بارك. شايفين بكل سهولة هنعمل النهاردة أحلى مسقعة وبطريقة مختلفة جدا ما شاء الله. شايفين؟ ادي مش مكلفة خالص، مش كمان استخدمنا زيت، وكمان بدون لحوم ولا أي حاجة خالص، حاجات بسيطة جدا موجودة عندنا في كل بيت. ادي هبدأ بقى ألف عندي كل البتنجان بالشكل ده رول معايا. والله بجد يا جماعة طعمها مميز جدا. اللهم بارك. شايفين حضراتكم؟ ادي هخلص بقى كل البتنجان عندي بالشكل ده. اللهم بارك. شايفين حضراتكم؟ يعني أتمنى من أحلى إخوات في الدنيا تدعموني وتشجعوني على محتواي على اليوتيوب. والله بجد يعني أنا باخد الدعم من حضراتكم، لأنكم أنا بعتبركم أحلى إخوات في الدنيا عندي. يا رب كده يجمعنا مع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جميعا يا رب العالمين. هنا بقى حطيت عندي البتنجان يا جماعة في نص الصينية ادي، وبقيت الصينية عندي فاضية. هروح بقى أحل المشكلة دي إزاي؟ وعندي كمان كمية عندي من الحشوة الخطيرة بتاعتنا النهاردة. هروح بقى جايبة عندي 4 حبايات من الطماطم. أي بقى إيه طماطم موجودة عندك، حابة تحطي فلفل وتحطي كمان عليه حشوة مفيش أي مشكلة خالص، بس بجد الطماطم بقى تبقى طعمها مميز جدا يا جماعة ما شاء الله. هنا بقى قطعتها عندي شرايح بالشكل ده ادي. هشيل طبعا الطبقة اللي فوق الطماطم ديت بشيلها الأول، وبعد كده بروح مقطعاها شرايح بالشكل ده. هوزع بقى إيه شرايح الطماطم معايا في الصينية. شايفين يا جماعة لون الصينية عامل إزاي؟ سبحان الله، يعني الألوان بتاعت الخضار ديت يعني جميلة جدا. ربنا يديمها نعمة علينا اللهم أمين. هنا بقى رصيت عندي كل شرايح الطماطم كده بالشكل ده. شايفين بقى شكل البتنجان معايا، رولات البتنجان خطيرة جدا. هبدأ دلوقتي هفرد عندي أحلى خلطة معايا أو حشوة معايا الخطيرة والبسيطة والموفرة معايا النهاردة على الطماطم. يا جماعة انتوا زي ما حضراتكم شفتوا كده في أول الفيديو أنا لما طلعت معاكم قطعة الطماطم الشرايح معايا ما شاء الله، الجبنة معايا سايحة كده ومدية مطة مميزة جدا ما شاء الله. ولسه كمان هنعمل لصينية المسقعة معايا النهاردة أحلى صوص خطير جدا. اللهم بارك. شايفين حضراتكم كده بقى خلصت عندي كل الحشوة كده بالشكل ده على الطماطم، وظبطت عندي الصينية معايا ما شاء الله. ودلوقتي بقى هنعمل خطوة الصوص معايا للمسقعة الرهيب. عندي زيت سخن في الطاسة وبحط عليه معلقة كبيرة من صلصة الطماطم. بزود بقى عندي هنا توم مفروم كمان، بشوح بقى التوم كده مع صلصة الطماطم معايا بالشكل ده. وكمان بحط عندي نص معلقة صغيرة من الكركم ونص معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة. بقلبهم كلهم كده مع بعض، وبروح حاطة عليهم كمان حبيتين من الطماطم أنا بشراهم يا جماعة ما شاء الله. ومكان التوم يا جماعة، ده مكان التوم ده كنز بيدي نفس للأكلة مميزة جدا. والله العظيم بجد يعني أنا بقول لكم النصيحة، لأن بجد جربوها وأنتوا فعلا هتحسوا بنفس الأكل بيبقى معاكم مميز جدا. هنا بقى زودت عندي مقدار كوباية كده صغيرة من المية على الخلطة الرهيبة دي. اسيبها بقى تغلي معايا واديها رشه من الملح. اول ما غلت معايا غلوه واحده بروح عندي حاطه عندي الصوص الخطير ده موزعاه كده على الصينيه بالشكل ده. والفرن عندي شغال يا جماعه الرف الاوسط على قد بس ايه كل حاجه مستويه معايا، بس انا عايزاها تسخن معايا في الفرن وتاخد ريحه الفرن معايا. الشوايه مشغلاها وكمان الفرن مشغلاه، وبحطها عندي في الرف الاوسط. بس الاول قبل ما ادخلها بجيب عندي رشه كده من الجبنه، لو مش متوفرة عندك استغني عنها خالص، بتبقى برضو طعمها مميز جدا. اللهم بارك. بمجرد بس ان الجبنة معاكي تسيح وهتطلع معايا بالشكل الخطير ده. شايفين الجمال؟ والله العظيم بجد طعمها مميز جدا وريحتها جايبة لآخر الشارع بالصوص الخطير معايا النهاردة. يعني يا ريت تجربوها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.